ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده هنعمل كيك بسكوت الشوكولاته وكيك بسكوت المانجو. اوكي، المكونات معانا: سكر بودر، لبن، وبيضه، وبودره كريم شانتيه، وفانيليا، ومعلقتين زبده. هنضربهم كويس قوي بالمضرب الكهربائي كويس جدا. هنمزجهم مع بعض. واساسي يا بنات اللبن يبقى ايه؟ ساقع مش بارد، مش مش دافي، ساقع. وهنحط طبقة من البسكوت وطبقة من كريم شانتيه اللي احنا عملناه. طبعا بيبقى تحفة وبيخش التلاجة، مش محتاج اي حاجة، بتاكليه ساقع. اهي انا حطيت طبقة من البسكوت وطبقة من الكريم شانتيه. وبعد كده هاجي على الوش بتاعه، انا حطيت ورق زبدة ورحت ضغط عليه عشان يبقى متساوي. وبعد كده بجيب كيكة الشوكولاتة بتاعتنا، كريمة الشوكولاتة، وبسيح الشوكولاتة الموجودة. وبعد كده اضيف عليها معلقة من الزيت عشان تبقى سايلة، واروح احطها في التلاجة. بصوا يا بنات، تحفة. هنعمل بقى كيك المانجو، نفس القصة، خفيف وسهل وجميل جدا، هيعجبكم. هنجيب طبعا قطع المانجا، بص شكلها تحفة وسهلة جدا. هنجيب المانجا هنقطعها ونروح ضربينها في الخلاط. بصوا انا بشيل المانجا منها اهي، وبعدين هروح ايه، مقطعاها قطع صغيرة، ده اللي هجرنش بيه. والتانية عادية هضرب ايه الكريم شانتيه مع البضاية، وهضيف ايه عليهم قطعة من المانجا علشان تاخد نفس الطعم. حطيت ورق الزبدة، وبعدين حطيت الكريم شانتيه اللي انا ضرباه مع بيضايه زي ما احنا عملنا قبل كده، ومعلقة من الزبدة اهو. وبعد كده رحت مجرشاه بالمانجا. تحفة يا بنات، تحفة. حطوه في التلاجة واستمتعوا بطعمه. بصوا، وسهل وفي ثواني تقدري تعمليه. طبعا بسكوت حسب الرغبة. متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. سلام يا بنات.